السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد عمر. زي ما احنا عارفين دلوقتي وقت التسريبات بتاع هواتف سامسونج الرائدة سلسلة الاس، وزي ما احنا عارفين برضو إن الإعلان الرسمي عن الهواتف دي يوم 1 فبراير إن شاء الله، ولكن تقريبا دلوقتي كل حاجة اتسربت وبقت كل حاجة شبه مؤكدة في الهواتف دي، حتى كمان الأسعار كلها بقت دلوقتي تقريبا معروفة، وكمان الحجز المسبق دلوقتي بقى متاح عن طريق شركة سامسونج، تقدر تحجز الهواتف دي دلوقتي. فقبل ميعاد الإعلان الرسمي بقى بأكتر من أسبوعين 3 كمان نقدر نقول كل حاجه عن الهواتف دي. وزي ما احنا عارفين سامسونج بتنزل 3 هواتف من سلسله الاس، هيكون موجود الاس 23 والاس 23 بلس والاس 23 الترا. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الاس 23 والاس 23 بلس، وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن الالترا بقى الكومبو في فيديو لوحده ان شاء الله. كمان لان الاس 23 وال 23 بلس هما الاثنين واحد تقريبا، مفيش بس غير اختلاف في حجم البطاريه، حجم الشاشه، وحجم الذاكره المستخدمه، بس كده تقريبا الهاتف واحد، يعني مفيش اي اختلاف بينهم وبين بعض. لكن الالترا ده بقى حاجه ثانيه فهنتكلم عنه في فيديو لوحده ان شاء الله. وبدون اي تاخير بقى خلينا نخش في الفيديو على طول ونتكلم اول حاجه عن تصميم الهواتف دي الاس 23 والاس 23 بلس. مبدئيا كده الهواتف دي تصميمها ما اتغيرش عن السنه اللي فاتت، نفس الاس 22. ظهر الهاتف هنا طبعا من الزجاج، والفريم بتاعه من الالومنيوم، وزي ما احنا شايفين الحواف بتاعته دائريه، وفي ظهر الهاتف هنا الثلاث كاميرات تحت بعض طبعا شكلهم المميز جدا، وجنب منهم الفلاش. طبعا خامات الهاتف فانسي جدا وبريميوم وكل حاجه محترمه. طبعا تصميم الهاتف من الامام شاشه بتستحوذ على الواجهه الاماميه بالكامل للهاتف باستثناء الهول بانش طبعا الموجود في الكاميرا الاماميه. نروح بقى نتكلم عن الشاشه. الشاشه هنا في الاس 23 العادي بتيجي بحجم 6.1 بوصه، ولكن في النسخه البلس بتيجي بحجم 6.6 بوصه. الشاشه هنا شاشه عملاقه جدا وجباره طبعا من سامسونج، وهنا اسمها دايناميك اموليد 2 اكس. شاشه طبعا مش محتاجين نقول لكم على حلاوتها وجمال الالوان بتاعتها والكلام ده كله اكيد يعني. الشاشه هنا 120 هرتز في الهاتفين. الشاشه هنا فول اتش دي بلس. كثافه البكسلات في النسخه العاديه 425 بكسل بير انش، اما في النسخه البلس بقى طبعا عشان حجم الشاشه كبر فكثافه البكسلات هنا 393 بكسل بير انش. طبعا هنا الشاشتين زي بعض بالظبط، ولكن الاختلاف في حجم الشاشه فقط، والشاشتين بيدعموا الاتش دي ار 10 بلس. طبقه الحمايه الموجوده على الشاشه دي هي كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس، ولكن الاصدار الثاني، فدي طبعا حاجه قويه جدا. والهاتفين هنا بيجوا بحجم ذاكره واحد 8 جيجا رامات، تقدر تاخد مع النسخه العاديه 128 جيجا او 256 جيجا، ولكن مع النسخه البلس تقدر تاخد 256 جيجا او 512 جيجا. طبعا زي ما احنا عارفين الهواتف دي بتقدم اقوى اداء موجود في العالم في الوقت اللي هي بتنزل فيه، فاكيد بيجي معاها اقوى معالج موجود في العالم حاليا، وهو من شركه كوالكوم، وهو السناب دراجون 8 جين 2 بتكنولوجيا 4 نانومتر. طبعا ده معالج قوي جدا هيفرم معاك كل حاجه بكل سهوله. طبعا بالنسبه للكاميرات في الهاتف هنا هما الاثنين الكاميرات بتاعتهم واحد، مفيش اي اختلاف في الكاميرات. الكاميرا الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، والعدسه الاساسيه هنا فيها طبعا او اي اس مثبت بصري، والعدسه الثانيه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، ودي كاميرا الالترا وايد والزاويه بتاعتها عريضه 120 درجه. والعدسه الاخيره معانا 10 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، ودي كاميرا او عدسه تيليفوتو بتقدر تعمل معاك تقريب لحد 3 اكس زوم بدون ما تخسر اي كواليتي في الصوره خالص، يعني تقدر تقرب 3 مرات بدون ما تخسر اي تفاصيل في الصوره. وبالنسبه للكاميرا الاماميه هنا بقى 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2 برضه، وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس. طبعا الكاميرات او العدسات دي كلها سواء اماميه او خلفيه بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، تقدر تنتج محتوى هاي دايناميك رينج. الهاتف هنا تقدر تركب له شريحتين 5G، وكمان بيدعم الاي سيم الالكترونيك سيم، والهاتف دي بتيجي ببلوتوث 5.3، والواي فاي الموجود هنا هو احدث اصدار من الواي فاي طبعا واي فاي 6 اي، واكيد الهاتف هنا بيدعم الان اف سي. بالنسبه لوزن الهاتف هنا النسخه العاديه الاس 23 وزنها 167 جرام، اما النسخه البلس فوزنها 195 جرام، والهواتف دي طبعا مقاومه للماء والغبار بمعياريه اي بي 68. بالنسبه لحجم البطاريه بقى زي ما قلنا في اختلاف في حجم البطاريه. النسخه العاديه بتيجي بحجم بطاريه 3900 ملي امبير، والشحن اللي بيجي معاها 25 واط وبيقدر يشحن وايرلس 10 واط. اما النسخه البلس بقى في حجم البطاريه فيها 4700 ملي امبير، ولكن الشحن هنا مش 25 واط، هنا 45 واط، وبرده الشحن الوايرلس 10 واط. الهاتفين دول ما فيهمش فتحه سماعات 3.5 ملي اكيد. الهواتف دي بيجي معاها التراسونيك فينجر برينت او بصمه بتشتغل بتكنولوجيا الالتراسونيك، والهواتف دي هيكون في منها 4 الوان روشه جدا. ده طبعا الترند زي ما قلنا، هيبقى كل الهواتف اللي هتنزل الوان فاقعه والكلام ده. دي الاسماء بتاعت الالوان، طبعا اسماء بتاعت حاجات كده مش الوان بيزك، طبعا درجات الوان. ونيجي اخر حاجه بقى الاسعار الهواتف دي. النسخه العاديه بتبدا من $800 للنسخه ال 128 جيجا مع ال 8 جيجا رامات،
والنسخه البلس بتبدا من $900 لاقل نسخه فيها 8 جيجا رامات مع ال 256 جيجا. وبس كده، دي كل حاجه عن سلسله الهواتف الجديده من سامسونج الاس 23 والاس 23 بلس. وان شاء الله الفيديو الجاي استناها نتكلم عن النسخه الالترا. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديوهات جديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.